صح، نسيت اقولك كمان مش لازم تبدأ في شهر 8 او شهر 9، انت ممكن تبدأ كمان في شهر 10 وده الاحسن ليك كمان. يلا عشان كده طولنا قوي. اقسم بالله الامتحان اخر السنه انتوا واخدين، اقسم بالله اقسم بالله. افضل الحكايات. اول حاجة في اول شهر تبدأ عادي جدا، مش تذاكر جامد، بالعكس هتذاكر جامد، هتجهد جامد. خدها قاعدة يا صديقي، البدايات حلوة لكن النهايات هتزعلك، فبلاش تبدأ بحماس البدايات. فتبدأ تذاكر اول شهر من ساعة ونص لثلاث ساعات يوميا. الاهم من كده يا صديقي ان المادة تاخدها تخلصها اول باول، مش هنبدأ نراكم من اول 3 شهور يا صديقي، وده الاهم فالاهم. وكل مرة اقول لك يا صديقي انا جاي لك من مستقبل، فما تقلقش، انا عارف انا بقول لك ايه. نخش بقى يا صديقي على الشهر التاني والتالت والاهم. هتزود، يعني انت مثلا بتذاكر في الشهر الاول ساعتين، هتزود ساعة يبقوا 3 ساعات. طب بتذاكر 3 ساعات، هتزود ساعة يبقوا 4 ساعات، وهكذا. بالساعة الجديدة دي هتعمل فيها ايه؟ هتراجع على القديم مراجعة شاملة ومتكاملة. ما تزود، هتقول لي طب في حاجات اكتر، ما تزودش عن ساعة يوميا. في خلال اسبوع هتلاقي نفسك مراجع كم كبير جدا. هنا الاهم حاجة اكتب ورايا يا صديقي وسجل، هتندم لو ما سجلتش ورايا النهاردة، والله العظيم هتندم، وهتندم ندم كبير بعد 3 4 شهور. فاسعى واكتب ورايا اللي هقوله لك دلوقتي. اهم حاجة الدرس تذاكره بضمير من اول حرف لاخر حرف، من اول حرف في الدرس لاخر حرف في الدرس يا صديقي. مش انا ذاكرت الدرس خلاص وناقص لي اخر حتة في الدرس، ايه يعني؟ انت ممكن تكون ذاكرت الدرس كله في 3 ساعات ولا 4 ساعات وتعبان جدا، وتيجي على اخر حتة يا صديقي تندم، هتندم والله في المراجعات. اسمع اللي بقولك عليه. فانت اول درس اول حرف زائد اخر حرف بالصم، يعني اول دقيقة زي اخر دقيقة يا صديقي. هتتعب اول دقيقة، طب انت حسيت في النص انت تعبت، ريح البال. اخر حتة زي اول حتة. اسمع اللي بقولك عليه، هو ده اللي هيفيدك في النهاية. ان دي ورقة امتحان، اكيد مش هيحط لك من كل درس اللي انت عارفه، ممكن حاجات انت ما تكونش عارفها تيجي، واللي انت عارفه ما يجيش، فده حظ يا صديقي. عشان كده بقولك ذاكر كل حاجة بضمير. وكلمة السر هنا ضميرك هو اللي هيمشيك صح. ما عندكش ضمير ازاي؟ اديك مثل يا عم، يا عم انت لما بتعمل كوباية شاي من غير ضمير بتقول عليها وحشة، وتقول لك مش هشرب شاي تاني من ايدك ولا مش عارف ايه، مع ان انت لو عملتها بضمير هتشرب عادي. يا صديقي كده انت لسه، تخيل ان انت بدأت وخلصت مراجعات وداخل على الامتحانات، واول امتحان يجي لك امتحان العربي مثلا، وتكون مذاكر كل حته تقول بس انا كان ناقص لي حته من درس وليكن كان واخواتها مثلا، فتخش تلاقي اول سؤال في وشك وانت مش عارف، وانت مش عارفه مع انك مذاكر المنهج كاملا ما عدا الدرس ده، ومن سوء حظك ان يجي في الدرس ده 4 اسئله. تخيل يا صديقي هتعمل ايه، واسئله بدرجتين. انت في ورطه كبيره ومستقبلك بيضيع. عشان فانا دايما لازم النجاح، كلمه السر في النجاح انك تذاكر الدرس اول دقيقه زي اخر دقيقه، وهي دي الشفره بتاعتنا، اول دقيقه زي اخر دقيقه. بعدين لما يبقى عندك ضمير وتكتسب ضمير في المذاكره اول دقيقه زي اخر دقيقه، كل حاجه في اللي جايه مش شرط الحياه الدراسيه يبقى عندك ضمير، في الحياه العمليه، في الحياه الحياتيه، في الحياه الانسانيه، في حياتك عموما هيبقى عندك ضمير في كل حاجه، فتقدر تعمل من نفسك انسان ناجح عشان عندك ضمير بس. وفي النهايه يا صديقي انت بتعمل اللي عليك وبقى على ربنا. انت هتذاكر وتسعى مش عشان النتيجة، لان في النهاية كل اللي بينتظر النتيجة دي بتاعت ربنا. انت هتجتهد عشان ربنا يقف معاك في النتيجة، غير كده للأسف حتى لو قعدت تصلي ليل نهار لازم السعي يا صديقي، لازم اجتهاد. فانت ابدأ، ما تبدأش بحماس قوي، ابدأ عادي جدا، شهر ورا الشهر هتلاقي نفسك جمدت، عشان هتيجي في شهر 11 او 12 تقع. اسمع بيقولك عليك، انا ساعتها هطلع لك بفيديو واقول لك تعمل ايه في الوقت ده. بس احنا عايزين بس في البدايه اول شهر تمشيها عدل، ورقه وقلم واكتب. هتذاكر من في اليوم من ساعه ونص ل3 ساعات يوميا، وباذن الله هتعدي ال90%. بس اهم حاجه ما تسيبش فرض صلاه من صلاتك، وسيب الباقي على ربنا. بنختم
اول دقيقة زي اخر دقيقة جملتنا المفضلة يا صديقي في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.